حلقة جديدة ويوم جديد من شيف السعادة. النهاردة بقى معنا يوم روتيني كده خفيف وتشجيعي للشقة. كان عندي امبارح اوردرات كتير قوي وما كنتش فاضية خالص ان انا اشتغل في شقتي خالص. فزي ما انتوا شايفين منظر الشقة كده حاجة كده يعني الحمد لله على كل شيء. انا بقيتش عارفة ابتدي منين وابتدي من انه اوضة. شايفين المنظر يعني الولاد ما فيش اوضه ما دخلوش فيها وعملوا الواجب فيها. يعني شايفين كل الاوض متنحكشه، كل البطاطين، كل الدنيا مفتوحه يعني الحمد لله. هم اول ما بيلاقوني خلاص بدات اشتغل بيندمجوا بقى وبينطلقوا في الشقه. شايفين كل الشقه كده اهو، كله طلعوا في كل حته، ما فيش حاجه ما بوظوهاش خالص. يعني هم سعد قوي اللي هم عملوه حتى المخدات منزلينها عاملينها بيلعبوا بيها. فانا بقى قلت يوم زي ده بقى ايه نتسلوا مع بعض فيه الشقه ونتكلم شويه ونروق شويه ونسلي بعض شويه ونكسر الروتين بتاع الشغل شويه. حتى المطبخ هو مكان شغلي. انا طبعا نمت، انا ما قدرتش اعمل اي حاجه لان كان عندي ضغط شغل كتير وكله كان طالب في نفس اليوم. فبصراحه ما قدرتش ان انا اعمل اي حاجه، كله تاني زي ما هو لتاني يوم. قلت بقى اسمي الله كده، وشغل الصبح بيبقى فيه بركه. اصحى بدري واشتغل القرآن الكريم كده واقعد بقى اشتغل واسمي الله واشتغل. قلنا يلا بينا بقى النهارده نشتغل في الشقه بقى ونشوف ونروقها بعد يوم طويل ويوم تعب طويل. النهارده معاكم اروق الشقه لان امبارح بصراحه انا اول مره انام وما اشتغلش ولا اعمل شقتي، بس حرفيا ما كنتش بنام بقالي 3 ايام، كنت بسلم شغل وكده. فقلت بس بقى يعني خلاص انام بقى ارتاح شويه واقوم اشتغل بقى صح، لان انا كنت اشتغلت ما كنتش هروق مظبوط. والولاد هم معايا كلهم متشجعين بقى معايا وبيشجعوني بقى ان احنا نروق الشقه اللي هم بوظوها طبعا. بس بقى ايه طبعا انت عارفين الولاد كلهم صغيرين، فما فيش حد تعتمدي عليه ان انت يعني تشتغلي انت شغلك وهو يعمل حاجه، ما فيش يعني. هم بس ايه يعني انا بطلب منهم ان هم يحافظوا بس على اللي انا بعمله، بس ما فيش، رجاءاتي كلها بتفشل يعني كل اساليبي بتفشل. انا بقى طلعت بقى كده ايه بدأت اسمي الله كده وبدأت اروق زي ما احنا شايفين. انا بقى اهم حاجه في الشقه ان انا بمسحها. طبعا انا زي ما قلت لكم قبل كده انا دايما ايدي في الشقه، يعني اهم حاجه ان دايما ايدك تكون في الشقه، حتى لو هي اتوسخت واتكركبت بتلاقي الشقه نظيفه برضو تحت ايديكي. زي ما احنا شايفين الغسيل بقى انا لميته كله وبدأت ان انا اطبقه الاول كده والمه. واهم حاجه يا جماعه في شقتك خلي ثبت الغسيل بتاعك دايما نظيف. حاولي ثبت الغسيل بتاعك ما تخلوهوش دايما كسر غسيل، دايما الغسيل اول باول، وبالذات في الشتاء لان اول الاولاد ما بيغيروا مره خلاص الغسيل بيتملى وثبت الغسيل بيكون على اخره. فانت بقى ايه دايما ايدك في ثبت غسيلك، ما تخلوهوش دايما يبقى على اخره كده وبيعمل ريحه مش كويسه. ودايما في قعر ثبت الغسيل كده تروحي حاطه رشه كربوناته في القعر من تحت، بيحافظ ان الثبت يبقى ريحته كويسه. واي ريحه عندك عطره، ريحه زيت ورد، زيت ياسمين، اي حاجه رشيها مع الكربوناته في قعر ثبت الغسيل، بتلاقي بقى ايه ريحه الهدوم ما بتبقاش وحشه، يعني بتبقى بتعمل ريحه كويسه في الاوضه. لان اكتريتنا بتبقى ثبت الغسيل في اوض النوم عندنا او في اوض الاطفال. فانت بقى بتحافظي ان الشقه بتاعتك تبقى ريحتها كويسه، يعني حاجات بسيطه بتفرق يعني. وحتى شمس شوفي يعني هم مش بيعملوا كده طبعا يعني، بس هم فرحانين عشان انا بصور الفيديو، فهم جم معايا بقى فرحانين بقى بيطبقوا، لكن هم في الطبيعي ولا حياة لمن تنادي خالص يعني. حتى شمس فرحانة وبتروق معانا عسولة شوسي. طبعا انا الفيديو اللي انا صورته معاكم اخر فيديو صورته معاكم اللي هو الروتين بتاع القراقيش والبسكوت، ده كان اخر فيديو عملته امبارح، يعني ده كان اخر الشغل امبارح. كان بقالي كذا يوم بقى بشتغل، بس بصراحة ما كنتش عارفة اصور فيديوهات وانا بشتغل لاني كنت مضغوطة وما كانش في وقت في التصوير. التصوير بياخد وقت يا جماعة جامد جدا، يعني بيعمل عبء على عبء الشغل. فبصراحة ما قدرتش بقى ان انا اصور الفيديوهات اللي قبل كده،
كان صعب بالنسبة لي جدا ان انا اصور، لان ابني كان عنده مذاكرة، وان انا اصور نفسي بصراحة الموضوع بيبقى صعب قوي. يعني انا كذا فيديو الاخير ده انا كنت كله بصوره، بشتغل وبصوره لوحدي. فطبعا الموضوع كان ضغط جدا بالنسبة لي، والاوردر مثلا اللي بياخد معايا ساعة او ساعتين بلاقيه بياخد 4 ساعات. فالموضوع يعني منهك جدا جدا بالنسبة لي يعني. شمس العسل هي جت. هي دي بقى اللي بتصبرني اخر اليوم على تعب اليوم كله، يعني هي دي بقى الضحكة بيها مليون جنيه. خلاص بنسى كل اللي حصل لي طول اليوم منها. اول بقى ما تيجي في حضني كده شمس ديت الدنيا وما فيها. ربنا يخليها ويرزق كل مشتاق يا رب، كل واحدة بتشوفني ربنا لسه ما رزقهاش بالذرية الصالحة، يا رب يرزقك يا حبيبتي يا رب بالبنين والبنات، واملي بيتك عيال كده، لان هم بصراحة هم دول سر السعادة في الحياة يعني. خلاص. الغسيل بقى بنطبقه وانا قاعدة كده على طول. وببدأ ان انا على طول يعني ما كنهوش بقى، كل واحد عارف الغسيل بيروح فين بديله الغسيل. وانت بتطبقي بقى ما تطبقيش عشوائي، لا انت بتطبقي كل عارفة هدوم بنتك ديت ايه بتحطيها مع بعضها، هدوم جوزك مع بعضها، هدومك مع بعضها. رتبي الدنيا وانت قاعدة عشان الموضوع يبقى سهل. وكل غسيل الاولاد بياخدوه يحطوه في اوضته، بحيث وانا بروق الاوضه خلاص برتب الغسيل بتاعه في الدولاب. يبقى كده الدنيا خلصت مع ايه مع بعضها، ما يبقاش حاجات كده بتاخد وقت معاكي. ببدأ بقى ان انا امسح الخشب كله واروقه كله وانفض الدنيا. طبعا حاطه الشيله دي على الكنب عشان الولاد يعني بيبوظوا الدنيا خالص. انا جربت ان الكفر كنت حاطاه كانوا بيشيلوا الكفر يرموه في الارض. فبصراحه حطيت بقى الشيله دي، قلت بقى اجرب الشيله دي احطها بحيث ان هم يعني تحمل الصالون شويه منهم ومن لعبهم يعني. طبعا زي ما احنا شايفين الستار بلمها كده على جنب وانفضها تنفيضه كويسه. وابدا بقى ان انا الشيله تحرصها على الكنبه زي ما كانت، وابدا انفض في الشقه تنفيضه كويسه. دي الملايات اللي احنا بناكل عليها، اطلع دلوقتي احطها عشان تتنفض. حاولوا يا جماعة ان انتي الملايات لما تيجي تاكلوا، في ناس لما تيجي تاكل لو بتاكل على الارض يعني ما بيفرشوش حاجة. لا حاولي ان انتي تفرشي حاجة وانتي بتاكلي انتي واولادك، ضروري يعني. في ناس كتير قوي مش بتفرش اي حاجة وهي بتاكل، بتفوجئ بالسجادة بتاعتها بقى كلها رز ملزق وكلها اكل، مش هتنضف معاكي مهما عملتي، غير بقى بالغسيل. وكتر الغسيل بيبوظ السجاد طبعا. فانت هي ملاية او ملايتين خلوهم عندك يبدلوا على بعض. اول ما تيجي تاكلي انت والولاد تروحي فرشه الملاية، حتى لو على سفرة برضو افرشيها تحت السفرة. بتروحي فرشاها اول ما تخلصي اكل، بتنفضي لولادك وتنفضي الملاية، خلاص الدنيا تمام يعني. الارض يا دوبك كده كنسة خفيفة بتبقى زي الفل. زي ما احنا شايفين الشقة كلها كده بدأت فيها واحدة واحدة كده امسح في الخشب وانفض العتب الصغير واحطه على جنب. زي ما احنا شايفين كله بنفس الطريقة. والولاد معايا طبعا بيساعدوا معايا اهوت. وابدا بقى ان انا اجيب المكنسة. انا بصراحة انتوا عارفين ان انا بحب اكنس قوي بالمقشة مش بالمكنسة، بس بصراحة ما قدرتش يعني، كنت تعبانة قوي. فانا قلت بقى انجز على طول يعني. وحتى غسيل شمس برضو رصته في الضلفة بتاعتها. وبدأت بقى امسح في المرايات وبالملمع ببدأ ان انا المع الازاز بتاعي لو في اي حاجة. وزي ما انتوا شايفين يا جماعة لسه طبعا على المحارة، مكان ما عدلت الشقة مكان الازالة اللي كانت عندي. ودعواتكم ليا يا جماعة دعوة من قلبكم ان ربنا يزيل الهم من علينا وعلى سكان المحور كلهم، وما تحصلش ازالة تانية. لان انا المفروض عندي من البيت عندي 40 سنتي، يعني 40 سنتي بالنسبة لي دول انت هتقولوا حاجة بسيطة، بس بالنسبة لي كارثة. يعني 40 سنتي دول كارثة كبيرة، ان هم هيشيلوا من عندي 4 عمدان من البيت. لان ال4 عمدان ان انا لسه يعني مكان انا ما شلت الازالة القديمة وشلت الجنينة اللي كانت قدامي كلها، فالمفروض ان انا عملت بقى عمدان جديدة عشان تسند البيت من قدام. عملت 3 عمدان جداد لان انا ازلت من جنب واحد من البيت. المفروض ان الازالة الجديدة جايالي كمان 40 سنتي من الجنب ده ومن الجنب ده. 40 سنتي ده يعني يعني مسطرة كبيرة. انا عشان اشيل ال40 سنتي دول يبقى انا اشيل العمدان
فدي يعني دعواتكم ليا من قلوبكم، اي حد بيحبني دعوة من قلبه كده، ان شاء الله الازالة ما تحصلش عندي، وان هم يعني تحصل استثناء ال40 سنتي دول وما يتشالوش، عشان خاطر الاولاد والبيت، وربنا يحفظ كل بيت يا رب من الازالة والهدم يا رب. خلاص انا الاوضه كلها خلصتها زي ما احنا شايفين، وكنستها بالمكنسه الكهرباء، وبدات بقى ان انا ادخل اوضه تانية، وهي شمس على انها تشجع، يعني هي شمس بتكركب الشقه وتشجع يعني هي بتعمل الحالتين مع بعض ايش الشمس دي حته سكر بصراحه، يعني هي كده اللي بتعمل بسمه وبهجه للبيت كده. هي وهي نايمه انا مش بحب البيت، بحس ان في حاجه مش مظبوطه يعني. خلاص خلصت بقى بالمكنسه. ومش عايزه اقول لكم بقى ان انا كان المفروض قايمه الساعه 9 الصبح عشان اشتغل في الشقه، جالي اوردر فجاه ما كنتش عامله حسابه، فاضطريت ان انا اسيب التصوير بتاع الروتين واخلص الاوردر، وعقبال ما عملت غدا الولاد، بدأت بقى اشتغل، كان المغرب أذن، يعني انا بدأت في روتين الشقه ده كان المغرب أذن برضو، اليوم قلب معايا. بس الحمد لله بقى انا يعني اصل رزق وجالي، يعني الحمد لله على كل شيء، ما اقدرش اقوله لا يعني. يعني انا بدأت بعد ما كنت قايمه الساعه 9 عشان اشتغل في الشقه، بديت بعد المغرب. بس الحمد لله كان يوم حلو يعني، ويوم خفيف كده، ويوم كله نشاط، والدنيا كانت خفيفه معانا يعني. اوضه انا بخلصها بشتغل فيها، وبعملها بالشرشوبة على طول كده، ايدك في اول باول، ما تعمليش بقى تفتحي الشقة بحالها وبعد كده ترجعي تعملي بالشرشوبة في اوض تانية، لا خلصي على طول كده اول باول كل الاوض مرة واحدة. اوضه النوم طبعا عشان برضو ما فيهاش الاولاد مش بيخشوها كتير، فانا بتبقى خفيفة في الشغل يعني. وزي ما احنا شايفين كان سرير الاطفال كان معايا، وكانوا بيناموا معايا في الاوضه، بس بصراحه انا طلعته بره، لان لقيتهم مش ما بقوش يناموا معايا كتير في الاوضه، فانا طلعته بره خلاص، وجبت السراحه مكان السرير هنا، يعني وسعت الاوضه شويه. انتوا شايفين بقى ال40 سم اللي عايزين يشيلوهم من عندي، شايفين العمود اللي هناك ده، هم عايزين يشيلوا العمود ده 50 سم، هم بقى عايزين يشيلوا 40 سم. انتوا متخيلين يا جماعه المساحه اللي هم عايزينها مني؟ والله انا مش عارفه يعني، انا مش عارفه الحمد لله، بس مساحه رهيبه يعني، مساحه مش عارفه 40 سم دول مش هيعملوا اي حاجه ولا هيفيدوا حاجه يعني. لو قصروا مش هيزعلوا حد ان انا اهد بيت بحاله، وهد تكاليف انا عاملاها بحوالي 70-80 الف جنيه عشان 40 سم. بس ما نقدرش نقول حاجه غير الحمد لله. خلاص العتب كله طبعا اوضه كده، وانت في اي اوضه بتمسكي العتب تنفضيه تنفيضه خفيفه وتركنيه على جنب، لان دايما العتب بيبقى تحت الطروب بتاعته في وساخه كده وتراب بيخش، فانت دايما خلي السجاد بس هو الموجود، العتب الصغير بس كده تنفضيه وتركنيه على جنب، وانت بتروقي بتلاقي انت بتحسي كده ان انت نظفتي صح يعني، وكنستي صح. وبشيل بقى كل الكراكيب الموجوده، وبمسح الخشب، وببدأ بقى ان انا اسوي السرير، انا عندي الملاية نظيفة مش هغيرها. واسوي السرير بقى كده، واعدل البطاطين، واروق الاوضة، واخلي الدنيا معايا تمام. طبعا يا جماعة البنات اللي كانوا بيسألوني كتير، انت يعني انا عايزة اعرف انت ازاي بتوفقي ما بين الاوردرات اللي انت بتشتغليها دي، وما بين القناة، وما بين البيت، و6 اولاد وكده، وطبعا انا مسؤولية البيت كاملة عليا. انا طبعا كله عارف ان زوجي بيسافر، فالمسؤولية كاملة عليا، يعني مسؤولية البيت كاملة متكاملة، كل حاجة في البيت عليا، بره وشراء وأكل وكل حاجة، مذاكرة ولاد، كل المسؤوليات كاملة عليا، يعني حتى ان انا ادفع فواتير النت، كهرباء، كل الحاجات دي عليا، انا اللي بنزل اعملها. فطبعا الموضوع صعب، والموضوع مش سهل، ومحتاج ترتيب طبعا، مش محتاج كده عشوائي ان انا اسيب الدنيا تمشي، لا طبعا. كل حاجة بتحتاج وقت طبعا في الشغل بتاعها، وكل حاجة عايزة ترتيب معين، ان انت ازاي ترتبي يومك وترتبي الحاجات المطلوبة منك. فانت اول حاجة عشان ترتبي يومك، انت عندك دفتر بتكتبي فيه الاوردرات بتاعتك، لان انا طبعا انا زهايمر خالص يعني، فانا بنسى، انا ممكن اوردر يعدي اليوم ولا ما عملتوش، وافاجئ ان هو في اوردر في اليوم ده، بجري بقى يعني، بفاجئ كده بفتح الدفتر النهارده في اوردر، وانا ما اعرفش النهارده في اوردر، فبقوم بقى اجري واشتغل، بلاقي نفسي بقى فعلا بجري وانا بشتغل.
فاول حاجه رتبي اوردراتك في دفتر وخليه قدامك دايما تبص فيه، ما يبقاش مركون زي حالاتي كده، لا دايما بص فيه قبلها بيوم، يعني يومها بالليل تبص تشوفي عندك شغل تاني يوم ولا لا، عشان لو حابه انت تجهزي حاجه من بالليل بتجهزيها او تشتري حاجه من بالليل بتشتريها. دي بالنسبه للاوردرات بتاعتك. خلي اكتر الخامات موجوده عندك، ما تخليش دايما ان خاماتك ناقصه، لا الخامات الاساسيه عندك دقيق، سمنه، سكر، زيت. لو بتعملي حلويات طبعا يبقى كريم شانتيه، لعادات الطرط، العلب، خلي كل حاجه جاهزه عندك، ما تبقيش كل اوردر بتنزلي تشتري كل حاجه فبتلاقي نفسك يعني بتنسي حاجات، بتلاقي نفسك حاسه ان الدنيا متكركبه بالنسبه لك. لكن انت لو بتخلي الحاجات الخامات متوفرة عندك فبتلاقي الدنيا بالنسبة لك سهلة، يعني بتلاقي ان الدنيا خلاص انا يا دوبك اجيب حاجة لو بسيطة كده ناقصاني وخلاص على كده. فدايما خلي نفسك مرتبة بالنسبة للاوردرات. طيب بالنسبة للبيت بقى انا عاملة عندي ورقة على التلاجة مش بشيلها ابدا. الورقة دي انا خلاص واقفة في مطبخي عارفة ناقص من عندي ملح، ناقص من عندي فلفل، ناقص من عندي كمون، طماطم، خيار، ايا كان ايه اللي ناقص عندي بكتبه في الورقة. وعامله بقى مثلا كل يومين 3 يوم نزول، لان انا بيني وبين المفروض المدينه اللي انا بشتري منها المتطلبات دي، القريه اللي انا قاعده فيها ما فيهاش يعني ما فيهاش محلات ولا اي حاجه، عشان بقى اروح بركب مواصله بسيطه مش كتير قوي، يعني بركب مواصله وبروح مدينه تانية عشان اشتري الحاجات بتاعتي دي كلها. فطبعا مش بنزل كل يوم، بنزل كل 3-4 ايام، كل اسبوع، على حسب ايه الدنيا معايا وعلى حسب الحاجه اللي انا محتاجاها. فببدأ بقى ان انا اخلي ورقة عندي بكتب فيها بقى كل الحاجات اللي ناقصة في البيت، بحيث لما اجي نازلة ما الاقيش بقى ايه اقعد افتكر انا ناقصني ايه، لا انا عارفة انا ناقصني ايه وايه الاساسي عندي. وما تستنيش الحاجة تخلص تكتبيها، لا انا خلاص انا شايفة ان عندي البطرمان مثلا بتاع الفلفل فاضل فيه شوية صغيرة، يبقى خلاص يبقى انا لازم اوفر اجيب ربع فلفل معايا او نص كيلو طبعا لو انت بتشتغلي اوردرات عشان يبقى متوفر عندك كمية كبيرة. افتح تلاجتي الطماطم خلاص فاضل فيها كام طماطمايه، يبقى اشتري ما استناش لما الحاجه تخلص وبعد كده اجيب. بالنسبه للملح برضو ما تشتريش كيس بكيس، يعني باكيت ب15 جنيه مش فلوس خالص. 15 جنيه دلوقتي دول انت بتشتري بيهم 10 ترغيفه ولا حاجه. فخلي كيس الملح الكبير ده عندك بيفضل عندك وقت كبير قوي، واول ما تلاقي فيه فاضل مثلا 3 اكياس او 4 اكياس ابدأي تيجي كيس ملح كبير كمان كرتونه كبيره وشيليها عندك. يعني الحاجات اللي هي مش غاليه دي خليها متوفره عندك بكميات، ما تجيبيش بقى كيس بكيس وكيسين بكيسين تفوجئي ان انت الدنيا برضو صعبه بالنسبه لك يعني. بس فبكتب ورقه بقى على تلاجتي فيها الحاجات كلها اللي ناقصه. كل مثلا 3 ايام كده ببص في عدادات الكهرباء، انا ما عنديش غاز لسه، فببص في عدادات الكهرباء، ببص في الانابيب دايما بتابعها، ما كركبش بقى كذا انبوبه عندي. لا فالانابيب دايما بتابعها، لو حاجه فضلت بملاها اول باول يعني. ودلوقتي خلاص انا خلصت الاوضه اهي، اوضه النوم كلها خلصتها ومسحتها وظبطتها وبقت تمام، وثبت الغسيل زي ما احنا شايفين، والارض اتلمعت. الغساله بقى هشغلها بعد ما اخلص، اول ما اخلص هشغل الغساله والارض بتلمع زي الفل زي ما احنا شايفين. اطفي نورها بقى. ودي الاوضه اللي انا خلصتها برضو الاولانيه، برضو متروقه وزي الفل، والسيراميك بيلمع وريحه فظيعه، لان انا حاطه في الارض مطهر وبحط كده رشه معطر كده انا جايباه بيجي كده باللتر كده من عند بتاع المنظفات، معطر حلو قوي بجيبه الارضيات بنكهه الليمون كده، بتحسي بانتعاش يعني، انت بتحسي. بحط بقى حتى الديتول برضو انا بجيبه، ما بجيبهوش علب لان عارفين بقى سعره غالي جدا. انا بجيبه من عند محل منظفات عندي راجل كويس جدا وبيبيع خامات نظيفه يعني، بجيبه باللتر برضو. بيتحط هو بقى والمعطر في الميه، بيخلوا الارض يا جماعه ريحتها رهيبه. الاوضه بتعمليها بالشرشوبه بتلاقي الريحه رهيبه خطيره حقيقي يعني. بس فدخلت بقى اوضه زيزو دلوقتي برضو بنضفها والمعها، ونكمل بقى معاكم بقى. خلاص انا الورقه عندي ناقصه، باجي نازله بقى خلاص بروح جايبه الورقه، جايبه كل اللي ناقص عندي، بيبقى يوم تعب بس بجيب بقى كل الحاجات اللي ناقصه بجيبها مره واحده، وبريح دماغي بقى من شغل طول الشهر. كل حاجه بجيبها مره واحده زي ما احنا شايفين. بنزل اشتري كل حاجه، والفاكهه بقى اجيبها عندي، ولو اجيب مثلا النهارده عامله حسابي اجيب سمك اكله طازه، انا ما بحبش اركن السمك في التلاجة ابدا، يبقى تاني يوم مثلا اجيب بانيه معايا
اتبله لتاني يوم، اجيب كفتة برضو اصبحها لتاني يوم في التلاجة يا دوبك اطلعها على السوا كده. يعني برتب يومي وبرتب شغلي وبرتب الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى يا جماعة ما بيديش مسؤولية غير وهو عارف ان انت قدها. ربنا سبحانه وتعالى عمره في حياته ما هيديكي مسؤولية غير وعارف ان انت قدها وقدود، وعارف ان انت هتقدري ان انت تشيلي الشيلة ديت لوحدك يعني. ويعني مجرد ان انت ما بتشوفي بقى اولادك قدامك كده وانت بتعملي لهم، بتحسي سبحانه وتعالى بيدخل السعادة لقلبك كده، والموضوع بيبقى هنين عليكي، والتعب بيبقى حنين عليكي. اول ما بتحسي ان التعب ده لولادك حبايبك وبيكبروا حواليكي والدنيا تمام، فخلاص هي السعادة وما فيها. يعني هو الحياة كلها شقاء، سواء للزوج سواء للأم. يعني هو برضو بيتعب في مكانه وانت بتتعبي في مكانك، كل واحد بيقوم بمسؤولياته. بس احنا لا ننكر ان مسؤولية الأم أكبر بكتير قوي من مسؤولية الأب. الأب بيتعب وشقيان وكل حاجة، بس الأم ديت يعني شايلة هم الهموم كلها، وبالذات لو كانت بتشتغل. لأن الأم يعني شايلة مسؤولية بقى الولاد والبيت واللي ناقص واللي عليكي واللي هتدفعيه واللي لازم والدروس والمذاكرة. فهو الأب كل تركيزه كل مخه بس بينشغل بيتصب بس في حاجة واحدة اللي هي الشغل وان هو يجيب فلوس البيت. لكن بقية يعني انا بتكلم بنسبة كبيرة، يعني بالنسبة للرجالة، عارفة ان في رجالة برضو بتشيل هم حاجات كتير، لكن النسبة الكبيرة هو الشغل بس. والأم بقى شايلة كل المسؤوليات بتاعة البيت. فربنا يعين كل أم يا رب على شغل بيتها وعلى أولادها، وبالذات في الزمن بتاعنا ده. عايزاك انت تحاولي بقى في الوقت ده ان انت توفري. يعني انت كنت بتنزلي مثلا تجيبي، مثلا بتجيبي ديتول بقى ومنظفات وحاجات بقى منية معلبة، لا حاولي الفترة دي بقى كنسيلي الدنيا، وهاتي اللي هي بالكيلو باللتر، بتبقى أقل في السعر كتير قوي وهتوفر معاكي مبلغ. انت لو قعدتي مسكتي قلم وورقة وكنسلتي حاجات كنت بتجيبيها وحسبتيها بالقلم والورقة، هتلاقي نفسك وفرتي مبلغ كبير كل شهر. لو انت مثلا كنت متعودة ان انت تشتري العيش من بره اللي هو السياحي ده، لا حاولي بقى ان انت إيه تعملي العيش في البيت. ماشي، دي غالي بس هيكون اوفر كتير قوي 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 من انك تشتري من بره. دلوقتي الاسعار بقت ياما قوي. فانا عايزه اوريكم بس ان انا عندي سراير البنات الصغيرين اللي هم يعني 2 و3 و4 سنين وكده، طبعا احتياطي. هم ما بقوش يعملوا حمام، بس احتياطي لازم بعد ما بفرش السراير عندي مشمع لازم بيتفرش، وبالاخص في الشتاء لان ما فيش شمس في الشتاء. فما فيش بقى مجازفه ان انا لو يعني حد قام بالليل ما قدرش يمسك نفسه من الساعه وكده وعمل حمام، يبقى انا خلاص انا السرير عندي مفروش مشمع وفرشه فخفيف، يا دوبك هتشيل الفرشه تهويها وخلاص. فضروري ان انت تعملي كده في سرايرك عشان يبقى ريحه الاوضه عندك كويسه. خلاص انا خلصت اوضه زيزو اهي ورتبتها وكنستها بالمكنسه وعملتها بالشرشوبه وبقت زي الفل. دخلت بقى اوضه البنات جوه، بدات برضو ان انا ارتبها كده واروقها. وشمس يا جماعه اهو بتقول لكم لو انتوا بقى معانا في الفيديو لحد دلوقتي ما تنسوش تعملوا لماما لايك في القناه عشان القناه تكبر بيكم ومعاكم. زي ما احنا شايفين. زي عايزه اكمل معاكم الاول اقول لكم بالنسبه بقى للتوفير. حاولي بقى ان انت مثلا لو كنت بتجيبي مثلا في البيت تيجي تعملي مثلا بتجيبي كيلو لحمه، لا خليها كيلو الا ربع. يعني بصي اصل انت جسمك هو محتاج قطعه صغيره تخشه، مش بيحتاج اكتر من كده. في ناس بتجيب الحاجات بتبقى اللحوم بتبقى بكتير، يعني بيفضل منها بالليل او يفضل منها لتاني يوم. طب ليه في الحاجات الغلو والحاجه الغاليه دي؟ انت هاتي دلوقتي بقى يعني حاولي تقللي في استخدامك شويه وتقللي استهلاكك شويه للحاجه. الجبن مثلا، الجبن لو انت مثلا كنت بتجيبي 3 أصناف جبنه لما بتنزلي، لا طب ايه رايك لو نجيب صنف واحد هيغني. يعني مش لازم الجبنه الرومي ان احنا نجيب دلوقتي جبنه رومي لو انت عارفه ان انت المصاريف زايده عليك. فانت قللي استهلاكك شويه بالنسبه للحاجات اللي كنت بتجيبيها. لو انت بتستهلكي كرتونه البيض دي مثلا بتستهلكيها في اسبوعين، لا خليها في 3 أسابيع. حاولي وفري شويه. ولو انت بتعملي حلويات كتير برضو قللي الحلويات، بدل ما انت بتعملي كل يومين اعملي كل اسبوع حاجه حلوه.
للاولاد يفرحوا بيها وخلاص. ويعني هي اساسا يعني فترة وان شاء الله وهتعدي علينا كلنا، بس احنا لازم ان احنا نعدي المركب شوية ونوفر شوية عشان الدنيا تمشي. لان المصاريف انت لو كنت بتنزلي دلوقتي بتصرفي 500 جنيه، دلوقتي بتصرفي 1000 و1200 جنيه. فالموضوع بقى زيادة يعني. فانت حاولي تقللي. لو انت بقى من النوع اللي كنت بتحمري في الشتاء، احنا عارفين الشتاء تحمير بطاطس كتير، قللي استهلاكك عشان الزيت طبعا. خلي الاستخدام موفر شوية بالنسبة لك الفترة دي لحد ما تعدي بإذن الله. واعملي بقى أكلات موفرة كتير. يعني بدل ما تعملي أكلة تستهلكي فيها كيلو إلا ربع لحمة مثلا، انت ممكن على فكرة بأقل من نص كيلو لحمة تروحي عاملة مثلا داود باشا، عاملة حاجات كده، عاملة حاشية، جايبة بطاطس بدل ما تحمريها تجيبي بطاطس صغيرة وهتبقى سعرها أقل من الكبيرة، تقوريها وتحشيها لحمة وتعمليها في صينية كده وتعملي شوية رز الولاد. هتلاقي الدنيا عدت والحمد لله، والأولاد بياكلوا والدنيا تمام. ويعني مش هتوقف على أكل ولا شرب ولا حاجة. يا ريت كل الأزمات تبقى على أكل وشرب، هتكون سهلة. بس طالما ربنا دايم علينا الصحة، فدي نعمة وفضل من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يديمه علينا يا رب. زي ما احنا شايفين بقى الأوضة خلصتها وروقتها، وروقت السرير زي ما احنا شايفين. حتى السرير ده أنا فرشاه برضو مشمع وفرشة زي ما احنا شايفين احتياطي، ان طالما عندك أولاد صغيرين ان هي يعمل حمام على السرير. فبدل انت بقى ما تشيلي في الشتاء وما تلاقي الشمس وتلاقي الدنيا ريحتها مش كويسة عندك في الشتاء، لا، فدي احتياطي. يا دوبك الفرشة هتتشال تتهوى وتحط واحدة مكانها لحد ما تتغسل وخلاص، فتلاقي الدنيا تمام بالنسبة لك يعني. لمحت بقى المراية اهو. انا ده الدرسوار بتاع السفرة بتاعي، انا حاطاه في اوضه البنات لان يعني مفيش مساحة بره. انا لسه بروقتش بره بقى ولسه ما كملتش توضيب، فانا قلت احطه في اوضه البنات مؤقتا يعني. وكل بقى الحيطان المحارة زي ما احنا شايفين لسه ما وضبتش اي حاجة. قلت بقى لما نخلص ما يخلصوا المحور ويعملوا خالص ابقى اوضب براحتي. انا مش حاطة جنيه تاني واخسره ابدا، مش موضبة اي حاجة في شقتي لحد هم ما يخلصوا المحور اعمل بقى وانا مطمنة. لكن انا دلوقتي مش هشتغل وانا مطمنة ابدا، عيب بكون في قلق وهكون مرعوبة وانا بشتغل بحط اي جنيه في البيت، لان انا خسرت كتير قوي فمش عايزه اخسر تاني بصراحه يعني. ولادي اولى بكل مليم انا اصرفه على الارض. الاوضه بتاعت البنات اتروقت اهي، بقت زي الفل زي ما احنا شايفين. وهم طبعا يعني هي يا دوبك كده هم فرحانين بقى 5 دقايق كده وهيقلبوا تاني يعني. طبعا شايفين فرق السماء والارض ما بين الاوضه قبل وبعد. يعني الحمد لله خلصناها وخلصنا كده كل الاوض. فاضل الصاله بس. الصاله علمع الخشب بتاعها وامسح النيش بتاعي. والصاله ما فيهاش كركبه، ما فيهاش شغل كتير يعني. هو يا دوبك مسح النيش، مسح الترابيزه، خلاص على كده. وابدا اعملها بالمكنسه والشرشوبه. اهم حاجه انت لو عندك اولاد صغيرين يا جماعه، حاولي ان انت دايما تلمعي الشقه كل يوم، يعني يوميا لمعي الشقه. لان الشقه لو انت مش هتلمعيها ومعاكي اولاد صغيرين مثلا يقع منهم اكل على السيراميك، يقع اي حاجه، هتلاقي الاولاد بيوطوا ياكلوها تاني من تراب بقى وبتاع، وتخش في قصه عيا بقى وميكروبات في البطن والدنيا مش تمام. فانت دايما حافظي على السيراميك بتاعك، دايما يبقى نظيف، دايما بالمطهر كده. والشرشوبه مش تاخدي اي وقت، بالعكس هتحسي كده بنت عاش وانت مخلصه شقتك والارض بتلمع قدامك والسيراميك نظيف. تحت الكنب بقى مش اللي يوطي عندك تحت الكنب يبص يلاقي الدنيا تراب وكراكيب وورق ومتقطع، لا، زي السيراميك العريان ما هو نضيف. خلي تحت السراير تحت الكنب نفس القصة، كله خليه بنفس الطريقة. ما تخليش عندك اي كراكيب في الشقة متزنقة كده. خلي شقتك، ايدك في شقتك نظيفة دايما. وغير الفكرة دايما الناس اللي بيقولوا الست اللي بتشتغل شقتها مش نظيفة. لا، انت بقى اكسري الحاجز ده وغير الفكرة دي للناس. لا، الست اللي بتشتغل شقتها زي الفل، زي ما هي محافظة على شغلها محافظة برضو على بيتها. وزي ما احنا شايفين انا شقتي كده دايما يعني، وواضح ان هي حتى وهي متكركبه نظيفه يعني مش وسخه. لا، الشقه دايما نظيفه وايدي فيها. يوم بيوم انا بخلص شغلي، ويوم بيوم مش بنام غير وانا مشطبه المطبخ ومخلصه كله. حتى المكان اللي ورا اللي هو المفروض هيبقى استقبال للشقه اللي انا بشتغل فيه حاليا وحاطه فيه الفرن، المكان عندي بنضفه زيه زي الشقه بالظبط. برتبه، برتب وبنظف مكان ما اشتغلت، بغسل الصواني اللي اشتغلت فيها، بغسل اي حلل ومواعين انا اشتغلت فيها. فهو زيه زي الشقه عندي بالظبط، مترتب وزي الفل.
طبعا بالمكنسه اهوت انا بلم الشقه طبعا اسرع لي كتير من مقشه، لان انا ما كنتش قادره بصراحه ان انا الم. وحتى الازاز بتاع النيش انا لمحته زي ما احنا شايفين، والصاله كده اتروقت كلها تمام. فاضل لي بقى ايه الراس الكبيره بتاعت الشقه اللي هو المطبخ. المطبخ وسخ يبقى الشقه مش نظيفه، المطبخ نظيف يعني الشقه زي الفل. طبعا واحده واحده كده بصي خشي كده انا بحب على فكره، انا قمه سعادتي الشقه لما تتكركب كده بقى اخش فيها كده. بس اهم حاجه اكون مخلصه غدايا ومش وريش حاجه. بحب اشتغل بمزاج بقى بصراحه، بحس ان انا يعني عندي سعاده وانا بشتغل الشقه وهي مكركبه كده. الحاجه مكركبه وانت بتروقيها بتحسي كده بترتيب كده وبنظافه. طبعا الرخام عندي بقى كله بحب اشيل كل الدنيا اللي موجوده دي. وحتى الفاكهه عندي هي كانت خلصت خلاص، عايزه بقى انزل اشتري لهم فاكهه. انا كاتبه في الورق بقى ان انا اجيب فاكهه، لان هم كانوا بقى لي كام يوم بقى مش فاضيه وبشتغل وما كنتش فاضيه انزل خالص، فهم كانوا بيسحبوا من كل الفاكهه اللي عندي. فتقريبا كله خلص يعني كل الحاجه اللي موجوده في البيت خلصت. ببدأ بقى ان انا اشيل بقى كل اللي على الرخامة ده كله، وشوية مطهر كده على الرخامة وقماشة، وبخلي الرخامة دي لو ما حاسة ان هي مش نظيفة او عليها بقى بواقي سمنة او اي حاجة مكان ما اشتغلتي، يبقى تغسليها بالليفة وبالصابون وتغسليها كويس. حاسة ان هي دوبك كده محتاجة لمعة. زي ما احنا شايفين المطبخ عندي دايما زي الفل. يعني السيراميك شايفين لمعته، لان انا دايما ايدي فيه. انا كل يوم كده قبل ما اخلص بشطب المطبخ قماشة فيها مطهر وبلمع السيراميك ده كله، حتى لو ما جاش عليه حاجة بلمعه كده، هو بيديله نظافة ولمعة وريحة حلوة. بروح ملفة على المطبخ كله كده لمعة كده، حاطة الكرسي وطلع على العالي ومنضفاه. فانا فوجئت كده ان الرخامة بقى مش نظيفة، عليها اثار سمنة مكان ما اشتغلت. فانا قلت لا، يبقى انا اغسلها احلى بالليفة، ما ينفعش اعملها بالمطهر بس. وامسحها مسحة كويسة برضو عشان تبقى على نظافة بقى. طالما اشتغلت يبقى اشتغل على نظافة، وامسحها بقى بالقماشه كده ولمعها والدنيا تمام معايا اهو. طبعا واحد بيشتغل والقرآن الكريم شغال، قمة الراحة النفسية في الدنيا بحالها. بتحسي بتشتغلي بقى وانت رايقة وانت مبسوطة والدنيا سهلة والدنيا تمام. فانا بقى بلمع الرخامة بتاعتي وابدأ ارجع كل حاجة زي ما كانت، ارصها زي ما احنا شايفين. خلي بقى كل حاجة كده ايه منظمة. وعارفة لو الدنيا ضلمة والكهرباء قطع، هتمدي ايدك في مطبخك هتجيبي الحاجة اللي انت عايزاها، لان انت منظمة الحاجة بترتيب ايدك صح. فهتمدي ايدك تجيبي حاجتك. خلي دايما في ترتيب، مش تيجي بقى تعملي حاجة تلاقي هو فين ده، فين البطرمان ده، انا حاطه البطرمان هنا، فتلاقي الدنيا مش تمام بالنسبة لك. يعني لا، خلي كل حاجتك منظمة وكل حاجتك انت حاطاها بترتيب، عشان تيجي تستخدمي تلاقي الدنيا سهلة بالنسبة لك. شفتي بقى الرخامة انا لمحتها، شايفه المنظر اللمعة والنظافة والريحة. مش عايزة اقول لك بقى ريحة الليمون بتخلي كده في طاقة ايجابية رهيبة ان انت تكملي شغلك بحب وبسعادة. وببدأ بقى المواعين. طبعا المواعين دي انا بحبها، بس للأسف انا بقت ايدي بتتعبني بصراحة من غسيل المواعين جدا، فبتعب منها بصراحة. يعني اصلا انا الاول كنت بغسل مثلا شوية مواعين صغيرة، دلوقتي على قد مثلا انا والولاد. لا دلوقتي بقى مواعين اوردرات كذا طلب ورا بعضه، فبلاقي بقى ايه كم مواعين قدامي، كمية مواعين رهيبة. انا مسحت برضو شباك المطبخ، انا يوميا طبعا بيتمسح كده يا جماعة وبيبقى زي الفل، عشان ما يبقاش عليه اي يعني اول باول بقى. ما تنسبوش بقى اما يبقى كله زيوت وتقعدي تحكي فيه وتجيبي مطهرات وتجيبي مذيبات دهون. لا، اول باول كده بتنضفي. وده بقى ايه، ده رف جوزي ربنا يديله الصحة يا رب، هو عملهولي عشان الفرن الكهرباء، لان انا كنت مكانه مضايقني هناك، كان بعيد قوي عن الرخامة. فهو حطهولي جنب البوتاجاز بقى، قال لي اعمل لك رف كده يبقى جنب البوتاجاز، بوتاجازك جنب البوتاجاز، يبقى اكون اسهل من ان انا اروح اخر المطبخ وارجع تاني. فكانت المسافة بالنسبة لي طويلة لو انا شايلة حاجة سخنة ولا حاجة، فكنت بتضايق بصراحة. وبدأت بقى سفرة المطبخ. انا طبعا كل الكراسي مطلعاها بره عشان الشمس بتطلع عليها وبتطلع على السفرة، فأنا بخاف عليها بصراحة. فأنا سايبة السفرة بس كده من غير الكراسي، أما بنيجي ناكل بقى بنجيبها. ومسحت بقى السفرة كلها برضو، غسلتها بالصابون كده وقماشة كده، ورحت منضفاها ومسحة كل اللي عليها ومخليها زي الفل برضو، بحيث المواعين كلها هتتغسل وتترص عليها بقى لحد ما ما تنشف، وابدا اعينها لان اصلها مش كمية مواعين صغيرة ان انا احطها على جنب على الرخامة. لا ده يعني مواعين محترمة، يعني كمية محترمة.
فانا لازم اسيبها بقى تتصفى خالص قبل ما اعينها. زي ما احنا شايفين ده جزء من الاجزاء بتاعه المواعين يعني. بس احنا بقى شويه ميه سخنه كده وصابون بقى، وابدأي بقى اغسلي. وما تحطيش كميه صابون كبيره قوي، لا حطي اول باول تخلص تحطي كميه كمان، علشان الميه ما تبردش، وعشان هي لازم هتطفى من ليفه ومن كتر الغسيل في الاطباق. فهتلاقي بقى الصابون بتاعها طفى ومبقتش نظيفه ومش بتنضف معاكي كويس. لو عندك كميه مواعين كبيره حطي حبه صغيره بحبه صغيره، تخلص كمان حطي تاني يعني. وما توصليش، انا ما بحبش ابدا اوصل للمرحله دي في المواعين. انا بحب اول باول مواعيني تتغسل. يعني انا بخلص الاكل بيكون الحوض عندي نظيف ما فيهوش اي مواعين. بس انا كان غصب عني، كنت مضغوطه يا دوبك بخلص الاوردر اسلمه اخش على واحد تاني، وكان الوقت ضيق. ف كان غصب عني ان انا ما فيش وقت بقى ان انا اقف اغسل مواعين وارتب مواعين، لا كان الوقت بالنسبه لي ضيق قوي يعني. فسيبت الدنيا بقى، وطبعا بقى اكل الولاد والدنيا كلها كانت فوق بعضها يعني. في مواعينك بقى وانت بتغسلي اطباقك دايما خدي المواعين اللي هي ما فيهاش دهون ولا وساخه الاول، وبالذات الاطباق الصيني لان هي بتبقى خفيفه في غسيلها. تحطيها الاول في الغسيل الاول. وطبعا انا عندي اكل الطير، انا بحط جردل لاكل الطير. الفراخ عندي يعني بحط لها الاكل، وجردل للزباله قدامي. الاطباق اللي فيها اكل طير بتحط في مكانها، واللي فيها زباله بتحط في الزباله. وببدا بقى اغسل مواعين كده. اول حاجه بنضف الاطباق. شايفين يعني قبل ما اغسل شايفه الدنيا اتلمت ازاي، ان لميت كل الحاجات الخفيفه بقى في الحوض وشطفتها الاول كده، ونزلت كل الدهون اللي عليها اي حاجه مش كويسه فيها او اي حاجه عايزه تتنضف بنضفها. وبعد كده بقى بتغسلي، تبدأي تغسلي، بتلاقي الدنيا معاكي تمام التمام. المواعين بتنضف في ساعتها وبتبقى سهلة بقى. كله بيتلم واحدة واحدة كده، المواعين بتخلص. أنا بخلص كمية كمية. الأطباق طبعا بترص على طول في المطبقية بتاعتها، أما باقي المواعين بغسلها غسلة كويسة بقى، وأصفي على السفرة دي لحد ما تنشف خالص، وتصفي كل ميتها عشان ما تعملش ريحة وحشة منك في التقفيلات. وده سبب على فكرة من أسباب ان الصراصير الصغيرة بتيجي في المطابخ، ان الناس بتشيل المواعين مبلولة. المواعين مبلولة بتعمل ريحة وبتعمل فطر. الفطر ده ريحته بتجذب الصراصير، وديت حاجة يعني مشكلة كبيرة بتقابل ناس كتير، ان هم يغسلوا المواعين ويشيلوها، وبتعمل بقى الريحة دي، بتعمل فطر. الفطر ده الريحة دي بتجذب الصراصير، فبتلاقي الصراصير بتيجي تعشش في المكان ده، بتحب المكان ده من الريحة اللي طالعة من الفطر ده. لا انت دايما خلي بقى التقفيلات عندك نظيفة. مواعينك ما تتشالش غير وهي ناشفة. مكان تصفي فيه مواعينك كده، تفرشي ملاية، تفرشي فوطة، تفرشي اي حاجة وترصي مواعينك عليها لحد ما تنشف خالص. وبعد كده ابدأي امسكيها شيليه، وحاولي ان انت ما تمسحهاش، يعني ملهاش لازمة. هي مجرد انت ما تسيبيها بس نص ساعة كده بتلاقي كل المية اتصفت منها وما فيهاش اي مية. يعني انت بتضيعي وقت ومجهود على الفاضي موضوع المسح المواعين ده. وطبعا الأطباق عند أي حد ليها مطبقية للأطباق بتصفي فيها وخلاص، على كده اللي احنا بناكل فيها أول بأول. أنا خلصت بقى كل الأطباق وبدأت أدخل في الحلل زي ما احنا شايفين. والمية السخنة بتساعد قوي. لو انت بقى عندك مية سخنة في غسيل المواعين هتلاقي الدنيا معاكي تمام، وبتغسلي المواعين بسهولة، والدنيا كويسة معاكي خالص، وترتبت معاكي في وقت قليل تلاقي المواعين معاكي اتغسلت. لكن المية ساقعة في الشتاء بتبقى صعبة بصراحة. ولو بقى عندك مواعين كتير بقى، كمية مواعين كبيرة، وعندك بانيو، املي البانيو مية سخنة، وتروحي بقى منضفة المواعين الأول كويس على الحوض، وتروحي بقى رصاها في البانيو وغسلة في البانيو. بتبقى برضو سهلة لو انت لو انت مش هتقدري تقفي تغسلي كل الكمية دي وعايزة تغسلي وانت قاعدة يعني. بس فالموضوع سهل يا جماعة، وترتيب اليوم سهل لأي واحدة عايزة ان هي ترتب يومها وعايزة تشتغل من بيتها بالحلال. اشتغلي ما تكسليش ورتبي يومك، وربنا سبحانه وتعالى صدقيني هيعينك. وهو اللي سبحانه وتعالى هو اللي رزقك بالولاد، وهو اللي هيرزقك برضو بالبركة وترتيب اليوم. وأهم من كل ده يا جماعة صلاتك، حافظي عليها، لأن الصلاة هي اللي هتديكي بركة في اليوم. والرزق الحلال أهم حاجة، ما تخليش بيتك فيه مليم شك فيه، لأن الرزق الحلال ده هو من أسباب البركة وترتيب الوقت. هو الدخل الحلال والرزق الحلال. ربنا يرزقنا جميعا بالحلال ويبعد عننا الحرام يا رب. يا رب باعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب. دي دايما دعوتي في كل صلاة، ان ربنا ما يزغل، ما يعني عننا ما تزغللش ابدا على الحرام، يبعدوا بعيد عننا دايما يا رب.
وحافظي على صلاتك. وولادك يا جماعة حاجة مهمة أوي، الولاد أو حببيهم من وهم صغيرين في الصلاة. ولادك لو ما حبوش الصلاة وهم صغيرين استحالة هيحبوا الصلاة لما يكبروا. عوديهم في الصلاة، حببيهم فيها. حتى اللي مش بيصلي وقت الصلاة قولوا له يلا تعالى اتوضى وتعالى صلي معايا. هو هيتعود بقى، هتبقى عادة. انا يعني شمس الصغيرة اما اجي اصلي بقول لها يلا يا شمس روحي البسي الطرحة يلا وتعالي، بتروح تلبس الطرحة وبتيجي تجري اول ما اجي اصلي. فدي يا جماعة كلها اسباب من اسباب البركة في البيوت. الغياب عن ربنا سبحانه وتعالى وعن الصح هو اللي خلى البركة تقل من البيوت. فخلي البركة كده موجودة في البيوت، وربنا يجعل بيوتنا كلها بركة. والبركة ديت والقرب ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيخلينا نبعد عن اي حاجة غلط. كلنا بنعمل حاجات غلط، ما فيش حد ما بيعملش حاجة غلط. بس الصح ان انت تقدري ان انت تفوقي من الغلط ده، وتقدري تغيري نفسك منه، وتقدري ان انت ترجعي ربنا سبحانه وتعالى وتقولوا له يا رب سبحانه وتعالى انا ما اقدرش ابعد عنك، انا ما اقدرش ازعلك ابدا. ده لو انت جواكي صح. فدي كلها حاجات كل ما انت يعني بتعاتبي نفسك يوم بيوم كده قبل النوم. كل يوم قبل النوم عاتبي نفسك، شوفي انت عملتي ايه في يومك، وشوفي ايه اللي الغلط اللي انت عملتيه. عشان دي كلها حاجات يا جماعة بتصفي كده النية مع ربنا سبحانه وتعالى، وبتخلي حياتك كلها بركة وخير. فيا رب توب عننا جميعا من اي حاجة غلط كنا عملناها. يا رب قربنا كلنا للخير، وابعد في الايام دي يا رب اجعل البركة كلها في بيوت المسلمين. اللهم امين يا رب العالمين. خلاص كل المواعين انا خلصتها، يعني ما خدتش معايا وقت كبير. يعني هي خدت معايا المواعين حوالي ساعة الا ربع، لانها كانت كمية كبيرة. يعني كمان انتوا ما شفتوش الارض كان فيها صواني مليانة مواعين. انا بقى خلصت كل المواعين، والبوتاجاز غسلته كده غسلة كويسة ولمحته زي ما احنا شايفين. يعني حاجة كده البوتاجاز ما شاء الله الله اكبر عليه اكنه جديد يعني زي ما احنا شايفين. والرخام اهو لمحته وغسلته زي الفل اهو معايا. بس انا برضو عديله برضو تلميعة كده، حسيت ان فيها شوية وساخ بقعة كده. لما رحت من بعيد حسيت ان في بقعة موجودة على الرخامة، مكان سمنة او حاجة مسيلة عليها. فانا قلت لا اغسلها كمان غسلة عشان تبقى زي الفل بقى. طالما نضفنا ننضفه تنظيفة كويسة مظبوطة يعني المطبخ. اول بقى ما بتخلصي مطبخك وبيبقى مترتب، بتيجي تعملي اي شغل فيه واحدة واحدة بتلاقي الدنيا تمام معاكي، بتلاقي الدنيا مظبوطة مش كركبة. لما تلاقي المطبخ مليان مواعين وبتشتغلي شغلانة بتلاقيها تقيلة على قلبك تقل. انا جربت وعارفة بتلاقي الدنيا تقيلة قوي. لكن لما واحدة واحدة كده تشتغلي بتلاقي الدنيا زي الفل معاكي. وما تخليش بقى حاجة متدارية كده وحاجة مدفوسة زي ما بيقولوا. لا، خلي ايدك في الدنيا في حالها كده واحدة واحدة، ورتبي الدنيا ونضفي المستخبي. زي ما تخليش اي حاجة بقى يعني ترتيبك من على الوش كده. لا، خلي ترتيبك صح، بتغسلي الحاجة مظبوط. انا عندي هنا دي قشر برتقانة. انا بحب انضف قوي ديت القاعدة بتاعت اللي هي الصفاية بتاعت الاطباق. انا بجيب قشر برتقانه بحط عليها شويه صابون كده بتاع المواعين وادعكها، بتديها بقى تعقيم ريحه، بتديها نظافه. من غير طبعا اصل ما ينفعش الصفايه دي اغسلها بالليفه ابدا، لان هي بيبقى فيها اثار ركنه ميه بقالها كام يوم، فما ينفعش ادخل فيها ليفه المواعين ابدا. فانا بخلي بقى قشر برتقانه كده، بروح ماسكاها حط عليها شويه الصابون ودعكاها، بتبقى زي الفل وريحتها جميله. وفي نفس الوقت عقمتها. يعني انا عملت ضربت عصفورين بحجر. صفايه المعالق برضو يا جماعه يومين كده بيومين تغسليها، ما تركنهاش وتعمل بكتيريا وتعمل حاجه مش كويسه مكان تصفيه الميه. دايما حاجتك حافظي عليها، لان انتي طول ما انتي بتحافظي على الحاجات دي بنظافه بتلاقي صحه اولادك كويسه، بتبعدي عن الامراض. فانتي بتوفري، يعني انتي بتتعبي شويه بس انتي بتوفري ان انتي روشتات بقى وادويه وكلام من ده. خلصت المطبخ ونظمته وكله زي الفل. الحنفيه بتاعتي بتتغسل كويس، والسيراميك بتاع ظهر الحنفيه. ما انت بقى ما تغسليش المواعين وخلاص كده وشطبتي المطبخ وتسيبي الحوض مش نظيف. وناس كتير بيعملوا كده، اول ما بيخلصوا المواعين تخش تلاقي الحوض كله وساخه ومش نظيف، والرخامه مش كويسه والحنفيه مش متلمعه. لا، خلي الدنيا معاكي تمام، خلي كل حاجه بتعمليها مظبوطه وصح. انت هتحسي بنفسيتك حتى مظبوطه كده ويومك مظبوط كله كده. شايفه يعني قمه السعاده بقى اول ما خلصت المطبخ. هي دي قمه السعاده بتاعتي، مش عايزه حاجه تانية. حتى التعب بتاعي بيروح، والله تعبي بيروح. يعني مجرد ما بشوف كده الدنيا زي الفل قدامي
خلاص بقى الدنيا تمام، واولادك مسرحين ومذاكره لهم ونضاف، عامله اكل بيتك، خلصتي لو شغل وراكي خلصتيه، ولو عندك اوردر تاني يوم مجهزه حاجته، بتلاقي بقى ايه خلاص انت قاعده رايقه ودماغك فايقه، مفيش اي حاجه وراكي بقى. لو عايزه تقعدي بقى تقري في مصحف شويه تقري، لو عندك وقت فاضي. بقعد شويه على النت طبعا عشان اشوف الجروب لو في اي حاجه عايزه تتعمل، اي تعليقات على القناه، اي حاجه عايزه اشتغل فيها، لو عندي فيديو عايزه بقى نمنتجه وننزله. يعني الوقت الفاضي بقى ده اللي بنشتغل فيه. ابدا بقى خلاص شطبت المطبخ وشطبت الرخامه ورصيت المواعين زي ما احنا شايفين على السفره. ببدا بالمكنسه بقى ان انا اشفط كل المطبخ، اكنسه كويس قوي، واجيب كل الاركان كده وكل حته في المطبخ بجيبها، لان المطبخ اكتر مكان بيبقى فيه، لان فيه الاكل وفيه كل حاجه، فبتلاقي بقى ايه كل وساخه. فبنضف تنظيفه كويسه وبالشرشوبه بقى كده وشويه الديتول، واروح ملمعاه تلميعه كويسه، وبيبقى بقى زي الفل. هوريكم دلوقتي بقى المطبخ راح عامل ازاي وكان عامل ازاي. احنا شفنا قبل وهنشوف بعد بقى المطبخ اتغسل ازاي وبقى زي الفل. بس حرفيا انا خلصت الشقه وحرفيا مش قادره حقيقي يعني. شايفين كميه المواعين قد ايه؟ ده غير الصواني كلها بتاعت الشغل انا طلعتها تتصفى في مكان تاني عشان ما كانش لها مكان. كل صواني الشغل بقى كانت صواني كتير ألمونيوم كتير كتير يعني. كلها بقى طلعتها بره، وزي ما احنا شايفين الشمس جايه عايزه تعمل بالشرشوبه. شايفين المطبخ اهي، مطبخ السيراميك بيلمع وكل حاجه بتلمع زي الفل اهو، حتى البوتاجاز بيلمع بسم الله ما شاء الله. الفرن انا مجهزه فيه الحاجه اللي هشتغل فيها بكره، والمواعين مغسوله وزي الفل، كل حاجه تمام. الفيديو بتاعي النهارده بقى لو عجبك وكان فيديو تشجيعي، ما تنسينيش في لايك وشير واشتراك في القناه. انا نجوى ودي قناتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.